يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. عملنا مع بعض ايه يا ولاد؟ عملنا الليمون المعصفر، وبناء على رغباتكم انتوا طلبتوا ان انا انزله، فانا قلت ايه، اخد كده مقتطفات من اللي انا صورتها ونزلتها. حبه ليمون معصفر بقى بالعصفر وحبه البركه متملحين كده بعصير الليمون، انما ايه، حاجه عظمه عظمه عظمه، حاجه كده يا ولاد من اللي بتدوب في البق. صلوا بينا على النبي وتعالوا ما اقول لكم. انا جبت 6 كيلو ليمون كبير كده اصفر. اهم حاجه تغسلي الليمونه غسله حلوه وتشيليها من الميه، لو فيها اي رمل او اي شوائب بتنزل في الميه بتاعتك. تمام. والحله على البوتاجاز فيها ميه هناك اهي بتغلي، هنعمل الليمون المعصفر اللي انتوا شايفينه ده. حاطه ميه بتغلي، اول ما الميه تبدا تغلي بنزل بالليمون في الميه. طبعا ممكن تعمليه سليم، بس مهما تقعديه سليم بيبقى مجلد معاكي، فالافضل ان انا بديله شقه 4 بالسكينه. وبعد لما بشقه بالسكينه بحطه في الميه اول ما بتغلي، زي ما انتوا شايفين انا مش بفصله خالص. انا بديله شقه بس يمين وشمال، شقه يمين وشمال، والليمونه معايا سليمه. ده ايه ده؟ ميعاد عصفرة الليمون اللي هو الاصفر ده، لانه قرب يخلص، فبجيب منه كميات كده واعمله زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه الليمونه تكون معاكي كبيره، زي ما انتوا شايفين كده كبيره، وجلدها تخين من بره، وتبقى الليمونه معاكي زي الفل كده. حاجه جميله قوي. والميه بتغلي ورايا، اول ما الميه تغلي هقوم نازله بايه يا ولاد؟ هقوم نازله بالليمون اللي عندي ده. اعرف ان هو استوى امتى يا ولاد؟ بصي، انا حطيته في الميه اهو، بدأ يتفتح ازاي. اول لما يغلي يقلب معاكي 3 دقايق وتنزليه. اقشر الجزر واحط الخلطه بقى كلها على بعضها واجهز على ما الليمون يجي من على البوتاجاز نصفيه وناخده. الخلطه معايا بتبقى ايه؟ بتبقى الجزر عصفر، حبه البركه، معلقتين ملح كبار، معلقه كركم، معلقه حبه البركه صغيره، والفلفله طبعا، شطه الزيتون اللي انت بتقطعيها. هكتب لكم كل الحاجات دي تبقى موجوده عندكم. وبنلخبط الحاجات دي كلها مع بعض واجهز نفسي على بال ما يستوى الليمون. تمام. طبعا هوريكم الليمون اهو تاني عامل شكله عامل ازاي. اول لما كده هو مغلاش على فكره، ده لما بيغلي بيبدا يقلب. اول لما يبدا يقلب معايا 3 دقايق وبنزله من على البوتاجاز، بتكون الخلطه بتاعته عندي جاهزه، اللي هي زي ما قلت لكم الجزر وحبه البركه والعصفر والملح، ونص معلقه بابريكا كده بتعزز اللون معانا شويه، والفلافله بتاعتك، ونص معلقه صغيره كده ايه حبه البركه. ما تكتريش حبه البركه عشان ما يسودش، هكتب لك المقادير بالظبط. وهنزل كله كده على الليمون. ما بستخدمش ميه الليمون يا ولاد، انا برميها، انا بعمل ميه وملح وبحط عليه. تمام. بقلب التقليبه ديت كلها 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 في الليمون. الليمون لسه معايا سخن، بلبس الجوانتي كده وبشتغل لان كله عندي سخن. بقلب تقليبه حلوه وهو سخن كده. وبكون عصرة ليمون، كل برطمان بحط فيه كوباية عصير ليمون يا ولاد، كل برطمان فيه كوباية عصير ليمون يا ولاد. وبكمل ملو البرطمان بقى مية وملح. بنظبط المية والملح ازاي؟ بجيب طبق فيه مية واحط ليمونتين كده، الليمونتين ينزلوا تحت في المية، ادوب 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 وازود ملح لغايه لما الليمونتين يترفعوا فوق، يبقى كده الميه والملح عندي مظبوطه. بعبي البلطمان بالتوم بالليمون بتاعي ده يا ولاد، وبحط عليه كوبايه عصير ليمون، بعصره ليمون عادي سليم. والميه اللي هناك دي انا برميها، بجيب حبه ميه نضيفه احط فيهم الليمونتين دول واظبط الملح زي ما قلت لكم. وفوق العصير الليمون بقوم كبه ومكمله لما للاخر خالص. بعد ما اكمله للاخر بالميه والملح، الليمون اللي عصرته بحط القشر فوق على الوش، بحط ورقتين لوري او ورقتين غار فوق الوش كده، وبغطي بقشر الليمون وحبه زيت على الوش وبلاستيكايه، واغطي البلطمان ده بيقعد قد ايه وقت معانا يا ام عمر؟ البلطمان ده يا ست الكل بيقعد معاكي تقريبا شهر. عايزه تخزنيه لرمضان بتسيبيه مقفول لما لغايه رمضان، عايزه تفتحيه افتحيه وكلي منه بعد شهر باذن الله. البلطمان عندك سخن زي ما انت شايفه وعامل عرق، ما تغطيهوش، حط ميتك وليمونك وما تغطيش البلطمان غير لما يبرد خالص. حط عليه الاسترتش وحبه الزيت وغطى والليمون اللي انا عصراه من فوق كده عشان يحميه، ويبقى معاكي احلى ليمون معصفر. صلي بينا على النبي. لو انت ما عملتليش لسه متابعه، اعملي له متابعه، قولي لي انت بتتابعيني منين. انا بعمل لكم الحاجات دي معاكم ام عمر من دمياط يا اولاد. مساءكم زي العسل.